السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جايلكم فيديو جديد جميل كده وحرش بقى في الايام اللي هي بعد العيد ديت. هنعمل بقى مع بعض النهارده صينية فراخ في الفرن بقى بطريقة جديدة وبسيطة، كله في 5 دقايق. يلا بينا هنشوف هنعملها ازاي. ما تنسيش تحط اللايك بقى والاشتراك عشان كل فيديو توصل لكم. دي بقى عشان نعمل تتبيلة الفراخ زي ما انتم شايفين. دي بقى التوم والملح اهوت. انا حطيت هنا الملح والثوم، واحط كزبره زي ما انتم شايفين. التقليه بتحب الكزبره وفلفل اسمر. دي بقى عشان نعمل الفراخ اللي في الفرن. وعندي بقى بهارات هحط بقى معلقه كبيره بهارات. طبعا معلقه البهارات ديت فيها دي كركم وبهارات فراخ وبهارات لحمه زي ما انتم شايفين. بسم الله الرحمن الرحيم اهوت. انا مش هكتر، وعليها بابريكا برضو عشان تديني طعم كده وريحه حلوه للفراخ. همسكهم بقى ادقهم واوريكم برضو هنتبل بهم الفراخ ازاي دلوقتي. يبقى دي بقى كده عشان نتبل بقى تتبيله الفراخ اللي في الفرن. وتابع معايا بقى، هنقول بقى تكات وخطوات كده هتخليها جميله جدا. همسك بقى اتبل الفراخ اهوت بالتتبيله بتاعتي زي ما شايفين اهو. واخلي التتبيله في كل حته كده في الفرخه زي ما شايفين. طبعا الوقت قفز معانا، بقى الوقت دي بقى صلاة العصر اهيت. بس على مين هنخلص بقى ان شاء الله كله بدري كده. واحط بقى كده واغطي واتعب كده التتبيله كده في الفراخ زي ما شايفين. وادخل برضو هنا تحت الجلد كده. وهنا كده في العظمه ديت كده زي ما شايفين كده اهوت. امسك كده ادخل التتبيله كده تحت الجلد كده. ما خليش حته في الفراخ كده ما فيش فيها تتبيله. كده اهوت. اهم حاجه بقى تدعكي كده. انا كده بقى خلصت تتبيل الفراخ وسبتها قيمة ساعتين كده لغاية ما خدت من التتبيلة. وبعد كده جيت على البوتاجاز اهوت زي ما انتم شايفين. حطيت اللحوية او الصينية او الطاجن زي ما انت عايزة. حطيت له بقى معلقة سمنة بلدي كده. طبعا السمنة البلدي بتخلي طعم وريحة الاكل جميل جدا، او معلقة زبدة. وحطيت لها معلقتين زيت برضو علشان السمنة ما تتحرقش مني وانا بشوح البصلة والفلفل الاخضر زي ما انتم شايفين اهوت. عندي بقى البصل اهوت. طبعا بقى في نهاية السنة مبقاش بقى فاضل عندك غير البصل الصغير، فبيقضي العمل مفيش مشكلة يعني. جبت البصل اهوت ومسكته شوحته تشويحة كده، واحط له بقى قرن فلفل اخضر بحيث ان يديني ريحة كده وطعم حلو في الاكل. يلا بقى البنوتات اللي وصلوا معايا لغاية دلوقتي في الفيديو ما ينسوش بقى يعملوا لي اشتراك ويفعلوا زر الجرس ويختاروا الكل عشان كل فيديو توصل لكم، ونبقى عيلة كبيرة كده مع بعض. ربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمة في حياتي. وان شاء الله الايام اللي جاية هنعمل فيديوهات كتير مع بعض.
زي ما انتم شايفين بقى دلوقتي انا حطيت بقى البصلة وخدت تشويحة. بعد كده قرن الفلفل الاخضر، طبعا اختياري بس انا بفضل احطه، بخلي ريحة الاكل جميل جدا، بوديكي بقى في حتة تانية خالص. وده بقى قرن شطة بس مش حراق، لو انت بتحبي الاكل سبايسي شوية عادي حط حراق، لو زينا كده وعشان عندنا اطفال وكده فانا حطيت قرن الفلفل مش حراق عشان الاطفال. زي ما انتم شايفين ياخد برضو تشويحة. وبعد كده هنزل الفراخ اشوحها معاها. طبعا اما تكون عندك الفراخ كبيرة لازم تديلها تشويحة على الجهتين، بحيث تخش معاكي شوية في السوا، وان هي برضو تتبل يعني ايه تاخد لون كده على الجهتين بالتتبيلة بتاعتها، بيبقى طبعا شكلها تحفة وجميل جدا. هنشوف دلوقتي مع بعض في الفيديو، كملي معايا الفيديو للاخر، في حاجات مهمة كتير وهتفيدك. شايفين بقى كده الفراخ بعد ما فضلت في التتبيلة، طبعا شايفين لونها عامل ازاي، يعني بيحكي عن نفسه. جربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا جدا، ومعدتيش هتعملي الفراخ الا بيها. طبعا لو الفراخ عندك صغيره هتديلها تشويحه على طول، مش هتسيبيها زي على النار كده. طبعا الفراخ ديك منها وزنها كبير، فانا سبتها يعني شويه كده قبل ما احط لها البطاطس والطماطم، بحيث تخش معايا شويه في السوا. لان طبعا زي ما انت عارفه البطاطس هتحطيها مش هتاخد سوا كتير ولا حاجه. طبعا بقى ديت الحوايج، الروس والرجلين والاجنحه. طبعا التتبيله دي بقى خلاص ما عادش هحتاجها بقى في حاجه. انا حشت بس الفصين التوم اللي كانوا في الجنب كده. كده خلاص خدت تشويحه على الجهتين. هنزل عليها الطماطم تاخد غلوه الاول، وبعد كده هحط لها البطاطس. يعني مش هحط البطاطس الاول طبعا عشان انت عارفه ان البطاطس بتستوي على طول، لا انا عايزه الصلصه مع الطماطم مع الفراخ تاخد غلوه الاول، بعد كده تحط لها البطاطس وتدخليها الفرن بقى، وبالهنا والشفا على قلبكم يا حبايبي. طبعا زي ما انتم شايفين دي شكلها بعد ما طلعت حاجة كده بقى خرافة بجد يعني. يا رب الفيديو يكون بسيط النهاردة وعجبكم، ما تنسونيش باللايك والاشتراك. اشوفكم فيديو جديد، مع السلامة.